لغتنا العظيمة. في لغتنا العظيمة لليوم سنتحدث عن أخطاء لغوية شائعة. كثيرا ما يخطئ الكتاب في نصوصهم التي يكتبونها، ويستخدمون كلمات في غير مكانها الصحيح، بعضهم لجهل في أصول اللغة ومعاني الكلمات، وآخرون يستسهلون المعاني الدارجة في العامية ليحلوها محل الفصحى الصحيحة. وهنا سأخبركم عن بعض الأخطاء الشائعة في كتابات الصحفيين وكثير من الكتاب غير المتخصصين، وسوف نزيد كل فترة ما أمكننا ذلك كلمات أخرى. ونبدأ مع اعتبر وعد. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لاحظ لم يقل نعتبرهم،